نجو المسألة التالية، هي مسألة المغرب. الشقيقة الجارة، أنا ولد خيمة سنوات عدة، وطائفة، حاشا ماشي كل طائفة من المغاربة يسبوا الجزائريين ويسبوا الجيش، ماهوش غير الجنرالات، الجيش والرموز، تمسخرتوا بالشهداء. وكنا ما هضرناش وما درنالكمش لي فيديو وما قصنا لكمش مئات والالاف تاع لي فيديو في اليوتيوب. حنا عطلت عليا حصه انا مش داخل فيها، وهذه القناه اللي هي الشروق عادي خدمتها انها كانت تستدعي شخصيات، حنا ما يقولولناش واش يخبرونا، حنا يعيطوا لك كسياسي تحتمل الاسئله. عرض عليا صوره، قلت رايي الخاص، ولا تظنوش ضعف اني اللي نهضر مع المغاربه جيراننا، والله ما كنت اريد الاستهزاء، والله ما عنديش خوف، انا اللي في الجزائر تبارك في المغرب، ما عندكوش حاجه تخوفني، يخوفني غير ربي، ما عندكوش حاجه، كل شيء قلتوه، سبيتوني، شتمتوا، طعنتوا، لن تغيروا المساله من شيء. ها كملت فيديوهاتكم اليوم، نقدر نرد لكم اساءه بالاساءه، وتكملوا كيما راك، نكون وحدي يولوا ملايين الجزائريين يديروا دي فيديوهات على الملك، وتولوا نتوما جماعه القليله اللي راكم تروجوا ضدي انا، تولوا نتوما سبب الملك باش يطعنوا فيه الناس في شرفه وعرضه وفي رموز المغرب. سنوات انا عمري ما قلت، عرضت عليا قضيه قلتها برايي، مانيش باغي الاهانه، انا من الناس اللي كنت نقول حلوا الحدود، مانيش نطلب منكم، بيني وبينكم الدين، انا من الناس اللي قلت التطبيع يضركم ويضرنا، انا معتقد باللي رب العالمين قال على اليهود، قلت يضركم ويضرنا للطول، احنا جيران، تقولوا تربط بيناتنا العادات والتقاليد والدين والاخوه، عمري ما هرت، رايي نقول قلته، مانيش قاصد الاساءه، لو كنت قاصد الاساءه انا لساني طويل ونقدر نقول كلام كبير جارح، ما طعنتش في العرش العلوي، وما هضرتش على الملك ولا على الشعب ولا على الفقر ولا 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 ولا، سكت. نتوما تحزمتوا، وراني نقول للسيد الملك، كاين ناس مغاربه راهم يسبوني انا ويسبوا جزائريين ما يبغوكش، باغيين باش حنا نردوا الاساءه بالمثل ونشوهوا لك صورتك ونطعنوا فيك ونطعنوا في شرف العائله، ماهوش بيهم حبا فيك، باغيين يخلونا نردوا الاساءه. خلاص قلتوا فيا اللي قلتوه، الفقر باش يعرفوا الجزائريين. في حصه تلفزيونيه في قناه البلاد في الجزائر كنت نهضر على الفقراء، في السبعينات ما كانش كاين البنان، الناس كانت لاهيه في رواحها، البلاد خارجه من حرب. في السبعينات انا من مواليد 62 جراني كبير، قلت الناس ما كلاش البنان، ماشي غير من جماعتي، غير الفقراء اللي كيما انا، ماشي كاع الناس، ماشي كاع الجزائر. فرنسا كانت تخور رزق الجزائر بما فيها البنان والتدين، فرنسا معروف، بصح الفقر ما يديروش عليه لي فيديو، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا كان فقير، ابتلاه ربه بفقر، ماهوش عيب الفقر. كون قلت لكم أنا في تلفزيون باللي أنا كنت عايش خير من الفقراء، كون راكم ثاني درتوا دي فيديو وتقولوا هذا الجبروت، هذا اللي يذمش الفقراء، هذا اللي يطيح الفقراء، اللي يعاير الفقراء، وراه برلماني. وأحمد الله تعالى أنني طلعت من الطبقة الفقيرة، وهذا شرف، وأعرف
عندنا وعندكم ما هوش شيء. راني ناظر على السبعينات كانت الناس لاهيه في رواحها. في ذاك الوقت البنان كان من الكماليات، ما كانش من الاساسيات. انا وليداني كيما كنا في الفقر. وين راه العيب؟ الفقر دارها ربي كتب علينا. علاه ربي ما دارش الرسول صلى الله عليه وسلم برجوازي؟ علاه ابتلاه بالفقر؟ ولكن كان ياكل بما تشتهي الانفس. هذا ربي عنده حكمه. اليوم نحمد ربي، سنوات راني نحمد ربي. بصح عيب ديروا على الفقر، ديروا عليه دي فيديو كانكم متضامنين مع الملك. الرموز ما خدناكمش فيها، عمرنا ما قلنا كلام طايش عليكم. في حين سبيتوا الشعب، في حين درتوا لي فيديو على الجيش وعلى رئيس الجمهوريه، ما تقولوا ليش درنا على الجنرالات. جنرالات فاسدين كانوا عندنا وعندكم، وانا من الناس اللي هضرت حتى ضد الجنرالات فاسدين، بصح عمري ما هضرت عليكم نتوما. نتوما تاني عندكم الفقر، نتوما تاني عندكم اللي مخارج الطريق، بصح ما بغيتش ندخل روحي فيكم. حنا عندنا جنرالات ولاد الحلال كانوا اللي خارجين الطريق في كل القطاعات، لان غدوه ندي غير جبر ونروح لربي. نتوما ما بغيتش نهضر عليكم. علاش تطعنوا في الجيش؟ قلنا الصحراء الغربيه سيدي حنا خاطينا بينكم وبين الامم المتحده. عرفتوني انا هضرت عليكم بالسوء؟ جات هذه الحصه من اختصاص القناه، انا جاوبت حسب اللي عرض عليا بلا ما ندير بلي اسيء. عندكم تغلطوا تحسبوا بلي خايف. اصلا ما نقدرش نخاف، لان بيني وبينكم قدام تجوا هنا تديروا مرتزقه كيفاه. انتم راكم غالطين، سبيتوا كملتوا. واش باغي تقولوا عاد؟ طعنتوا في والدينا والله يرحمهم. وين راكم باغي توصلوا؟ توصلوا انكم باغيين تردوا الجزائريين يسبوا الملك والعائله الحاكمه ورموز المغرب. هذا راكم باغيين نردوا الاساءه بالاساءه. انا اليوم مانيش باغي ندير هادشي، راني خايف. شكون اللي مخوفني؟ لا رئيس الجمهوريه ولا الملك. انا راني خايف من ربي. باش ما تقولوش دار الفتنه. سبيتوا، درتوا الفيديوهات، حتى شفت واحدين يحرضوا ناس احزاب يقولوا لهم نتوما اللي تعارضوا، على ما تردوش اذا نتوما عملاء. تحرضوا الناس باش يديروا لي فيديو باش يردوا الاساءه. اذا نتوما باغيين تزيدوها. خاسر شكون؟ هو الملك. غادي تخلوا الناس يولوا يديروا عليه لي فيديو ويسبوه له ويسبوا العائله المالكه ويسبوا رموز المغرب. علاش؟ راني قلت لكم ما راني خايف لا من الجنرالات ولا من الرئاسه. انا راني باغي نصفي بيني بين ربي. انا قلت هذاك دون لوطوماتيزم. واش اعتقد ما في ليكسالي لا الجنرالات؟ عيب اصلا تقولوا الكلام ده. غير اللي يهضر تقولوا له الجنرالات. على حنا ولاد الشميت كل واحد عنده احترامه، وانتوما ما بغيناش نطعنوا فيكم لا في الملك ولا في الجنرالات ولا 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 ولا. احتكاما لقول ربي. خفنا من الفتنه. اذا اللي يبغي الملك صاي كملنا السب. زعما كيتسبوني وتعايروني. واش تغيروا في ملك الله؟ واش غادي تغيروا في ملك الله؟ والكلام اللي قلته هنا قالوه فيكم ناس في العالم والفيديوهات تاعكم، وعمرنا ما بارطاجيناهم، ما نشرناش كلام السوء اللي ينقال على الملك وعلى بعض المسؤولين المغاربه وعلى الجيش المغربي بما فيهم مغاربه. انا عمري ولا نشرتهم لكم، عمري ولا زكيت السوء، حفاظا على الاخوه. حنا في شريط حدودي الجار وصى عليه ربي على هذا الاساس راني خايف من ربي. الجيش الوطني الشعبي حنا تاني ولاد الجزائر نبغوا جيشنا،
وماناش باغينا يكون ظالم. كيما نتوما عندكم عقال يبغوا جيشهم وما يبغوش جيشهم يكون ظالم. بيناتنا الصحراء نقول لك وخليها الامم المتحده، اش بينا وبينها زين؟ بصح نتوما علاش ما فيكمش ناس قالوا للمغاربه اللي داروا لي فيديو على رئيس الجمهوريه ولا على الجيش ولا على الشعب وعلى الشهداء، خاصة الشهداء خلاص ما تكون عرفتوا واش قلتوا ولا والو. علاش ما نهيتوهمش؟ علاه الملك ما دارش قرار ينهيهم؟ وانا والله ما كنت باغي نرد الاساءة، بصح هادشي سابق قبل الحصة اللي درتها انا. علاه ما نهيتوهمش؟ اذا شكون اللي بدا الظلم؟ شكون اللي بدا الظلم؟ نعاود ونقول مانيش باغي نرد الاساءة بالاساءة. نقدر اليوم نقول كلام ساقط، لانه كيف حينما تتحد تولي تطعن فيا وفي في 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 والديا تم خلاص ما بغاليش هضره، بقى نرد الاساءة ونقول كلام جارح. خفت من ربي، اصبر واحتسب. خفت من ربي وخفت وعرفت باللي كاين دخلت لصفحتي 1,700,000 مغربي يديروا لي كومونتير تاع تطياح وما يقولوش منين، باش الجزائريين يحسبوا باللي الجزائريين راهم يسبوني. راني في 13 عام، الصفحه عندي راها في 7 سنين في مليون تسبني 100,000 900,000 في الجزائر ما يسبونيش. ساكين خاطر هجمه باينه باللي ذباب، باينه باللي ذباب. اللي باغي يحافظ على المغرب واللي باغي يحافظ على سمعة الملك ما يزيدش يجرح في الناس، ما تزيدوش تجرحوا في الناس. غاضكم الحال على الملك، من حقكم. وعلى احنا مطلوب نغيضنا الحال على الجيش؟ ما تقولوا لي الجنرالات يحكموا فيكم، الجنرالات ساقطين فيهم اللي في الحبس. روحوا شوفوا فيديوهاتي، انا رئيس الجمهوريه وانتقدته في عز ايامه 2016. ما عمري ما كنت خواف، كنت انسان وسطي ماشي جايع وخشماته. فيكم اللي سبني باش انا نسب الملك، ماشي حبا في الملك كنتو تسبوني. وانا راني نقولها لكم، الجزائريين يعرفوا راني نقولها بصوت عالي. انا ماني لا مرتشي لا خاين لا من عائله حرق، الحمد لله رب العالمين. اذا حفاظا على الاخوه، واش قال رب العالمين؟ اخطوا الجيش، اخطوا الشعب الجزائري، اخطوا الرموز، وحنايا نبادلكم بالمثل. هذا هو الدين والاخوه. وقلت لكم على اسرائيل، حتى المغاربه غاضوا الحال، ماشي كاع ولكن غاضوا الحال، خايفين منهم. يديروا يجيبوا لنا غير الشر ويجيبوا لكم الشر ويديروا لنا العداوه والخصومه بيناتنا. مانيش باغي نرد الاساءة اليوم، لا. راني نقول لخوتي باللي نقدر اليوم، قلتوا فيا ودرتوا لي فيديو، اليوم جات تورتي، هذه النوبه نتاعي، نقدر نسب ونعاير وما نخلي حتى واحد. وكي تزيدوا تسبوني الجزائريين يغيضهم النيف، واللي راه معايا واحد وزوج نولوا في ملايين، وعلمها عند ربي. تما لا غالب ولا مغلوب، كل شيء خاسر، كل شيء خاسر، لا الجيل الجاي ولا حتى حد يستنفع. عندكم ناس عقال، وتحيه ليهم مغاربه قالوا لي يا ودي خطينا من الفتنه، ولي فيهم جزائريين قالوا لي يا ودي خطينا من الفتنه، فيهم اللي ذكرني بقول ربي. واليوم ساحتكم لقول ربي، ما غاديش نعاير وما غاديش نجرح، ونقول لكم الله يهديكم ويهدونا، الله يهديكم ويهدينا. قولوا لذوك الناس اللي راهم يضلوا يديروا في الفيديو واللي سكاتش فيديو ويجرحوا فينا ويسبونا ويعايرونا، لن تغيرونا من ملك الله من شيء. ما اصلا ما نقدرش نخاف منكم، لان اصلا انا بعيد عليكم،
وهاد لا تكنولوجيا اللي نهضر فيها درك ما تقدروش تمنعوها. عندنا العلماء الجنون اللي ما تقدروش تبيراطوني ونفوت الميساج نتاعي ونديرها لكم في اليوتيوب ومعروف على صفحه غير صفحتي بها مليون، ونحطها في اليوتيوب يولي فيها 20 مليون. ما هي لا مليح حالكم تبهدين ولا مليح لينا. نتوما ثاني تعاودوا ديروا دي فيديو وين نخرجوها؟ علمها عند ربي. ولكن الدين ما يقولش كيما هاك. انا كنت نقول لكم ودي باسم الدين والاخوه ما كان لا نجيبوا اليهود واسرائيل. اليوم راني نطبقها على روحي، مانيش باغي نقلل من قيمتكم. تاثرتوا على الملك وانا قلت كلام عادي بالنسبه لي. من حقكم، من حقكم. الملك عندكم رمز، من حقكم. عندكم طقوس، من حقكم. ما تبغوش اللي يضركم، من حقكم. ما تبغوش اللي يسبكم ويشتمكم، من حقكم. والعكس، من حقنا نغيروا على جيشنا وعلى شعبنا. ما تقولوليش نعاود ونرجع، خاطر شفتكم تستعملوا كلمات الجنرالات. الجنرالات الفاسدين لا عندكم ولا عندنا ما نبغوهمش. نهضر على ضباط وجنود ولاد الحلال، ونهضر على ولاد الحلال والاطارات النقيه عندنا من الشعبي التحتاني ديال الفوق، كيما عندكم من الشعبي ديال تحت. فساد عندنا وعندكم. جهنم خلقها ربي للعالم كل، ما خلقهاش غير لدوله معينه. جهنم والجنه هذا رب العباد. اذا احتراما للشعب المغربي واحتراما لكم واحتراما للملك واحتراما واش تامنوا به، راني باغي ندير خصله نتاع رجال. درك ما ندخلوش في شكون غلط. دايريني انا غلط، قلت لكم ثاني نتوما درتوا حوايج ولم ما كنتش باغي نرد الاساءه. صرات حاجه كيما نهار عرضت عليا جاوبت واش انا قانع، ولو انه ناس فاتين قبلي وما عمري ما بخرت بهم ودرت فيديوهاتهم باش ننشرهم في اليوتيوب للعالم كله. اذا اللي باغي يحافظ على الملك ورموز الشعب المغربي يخطيه من السب والفيديوهات تاع العار. هاني اليوم انا كنت نقدر ندير فيديو تاع عار، كنت نقدر نقول كلام جارح ونعرف الصوالح، بصح لا، ما ربي ما يبغيش. ماهوش خايف، بعد حاجه تخوفني. انا ما نخاف لا في الداخل ولا في الخارج، انما صح نخاف، صح نخاف من ربي وما نقدر ندلق حتى لواحد وماني نادم حتى. قلت لكم عرضت عليا قضيه جات واش نخمم انا، ماهوش نتوما اعتبرتوها اساءه. قلت لكم من حقكم تقولوا لي الاساءه بديتها انت. قلت لكم راك بداو جماعتكم قبل، علاه ما نهيتوهمش؟ راكم عارفين واش كي تهضروا على الشهداء وتقولوا مليون لقيط في اخباركم ولا راكم تستفزوا حتى اللي كان معاكم، حتى اللي كان من الجزائريين معاكم ويبغيكم ولا ضدكم استفزيتوهم. قلتوا كلام واعر وراه غير الحرب. الناس ضبطت النفس، لأنه ما جاش بكل الشعب المغربي، ما جاش من المغاربة كامل، وبالتالي ماهوش قياس. نختم بهذه، أنا قلتها في شحال مرة ولكن اليوم تصلح هذه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ما تقولوش بلي راكم اللي تعرف الدين، يا نتوما اللي راكم كلنا نقول حاجة وانتوما تقولوا ضد. خافوا ربكم، راكم تضروا الملك والشعب المغربي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا نصرناه مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال كفوه عن الظلم، كفوا الظلم عندكم ونكف الظلم عندنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله يفرقنا بلاد نوب.